فعلًا عندنا في مصر أماكن كتيرة حلوة أوي يا جماعة والله، يعني مش محتاجين إن إحنا نسافر أو نخرج برّه مصر، لو شُفتوا الجمال دوّة بجد هتتبسطوا أوي ومودكم هيتغيّر. زي ما أنتم شايفين ولادي قالوا لي بقى أنتِ كل يوم يا ماما تضحكي علينا وتملي لنا حوض المَيّة، Three, لأ إحنا two, عايزين نروح مصيف بجد one, بقى. قُلت go. لهم خلاص يالّا بينا بقى جهّزوا شنطكم ويالّا بينا. زي ما أنتم شايفين بقى جهّزنا الشنطة بتاعتنا وجهّزنا التزاماتنا وخدنا بعضنا ورُحنا على فين بقى، زي ما أنتم شايفين على الغردقة. يعني مش قادرة أقول لكم منظر الطريق في طريق الغردقة حاجة روعة جدًا، منظر الجبال أنا باستمتع أوي بالمناظر الطبيعية دي، منظر الجبال كان حاجة روعة جدًا، بالنسبة لي حاجة ممتعة أوي منظر الجبال وشكلها. أنا باتبسط أوي كده وأنا ماشية على الطريق لمّا بافضل أبُص لها وباحب أصورها أوي. قُلنا بقى يالّا بقى فرصة نغيّر مودنا قبل المدارس، لإن المدارس خلاص الأسبوع اللي جاي، ففرصة بقى نلحق كده إيه نتبسط لنا يومين 3 عشان ما يقولوش بقى إن أنا إيه حرمتهم من حاجة. ومشينا بقى في الطريق أنتم عارفين طريق السفر طويل، خدنا ريست كده زي ما أنتم شايفين أيتن وأيلين اتصوروا كام صورة حلوة كده على الطريق، وبعدين بقى وصلنا الفندق. زي ما أنتم شايفين أنا وأيلين بقى قاعدين كده إيه بنتصور على بال ما إيه كان في تسكين وكان في عدد كبير أفواج نازلة في الفندق، فكان في شوية زحمة شوية. طلعنا بقى أوضتنا غيرنا وقلنا بقى ايه ننزل كده سريعا عشان كان ميعاد الغدا، وبعد الغدا يقعدوا لهم ساعة ونخلص يومنا ايه بدري كده، وبعدين نرجع تاني. خلصنا بقى ونزلنا كده زي ما انتم شايفين احنا كنا قاعدين في الدور الرابع وكانت الغرفة بتاعتنا ترابل علشان طبعا ايلاند. عايزة اقول لكم ان الفندق اللي احنا كنا نازلين فيه كان ما بياخدش يعني رسوم للاطفال. كان بياخد يعني مسموح الغرفة الدبل ينزل فيها فردين معاهم طفلين. الطفلين يكون الطفل الكبير ما بيتعداش ال12 سنة، والطفل الصغير ما يتعداش ال7 سنين. دول مجانا من غير اي يعني تكلفة. الطفل التالت بقى لو في اطفال تالتة معدية السنتين الغرفة بتتحول تريبل وبندفع لهم طبعا نص فرد. فاحنا الغرفة بتاعتنا اتحولت تريبل عشان خاطر ايلين الصغيرة دي، يعني هي سنتين وشهر فالشهر ده فرق معانا بقى. نزلنا نتجول كده ونشوف زي ما انتم شايفين بقى الفندق. شفنا بقى الفندق قلنا بقى ايه احنا هنتغدى وهنقعد ساعة واحدة وهنطلع عشان ننام لان احنا كنا هلكانين جدا من السفر. واليومين التانيين بقى نبقى نستمتع فيهم براحتنا. فهم صمموا قالوا لا احنا هننزل بالمايوهات، فانا بقى طبعا لبست برضه عشان انزل اخد بالي منهم في المية. وخلاص بقى احنا اتغدينا ونزلنا كده ايه زي ما انتم شايفين علشان نشوف بقى الفندق وناخد فكرة عنه عشان نعرف هنقضي اليومين اللي جايين ازاي. ايتن طبعا مستعجلة جدا جدا على النزول، عايزة اقول لكم هي ما اتغدتش اصلا برغم ان هي ما كلتش كويس في الطريق وفي الريست ما كلتش كويس، بس كانت عايزة تنزل المية جدا واحمد كمان. هنا بقى قالوا احنا هننزل هنا البسين ده مناسب قوي لينا. باباهم قال لا بقى احنا كده هيضحك علينا، لا احنا نروح بقى ايه كان في جنب تاني في اكوا بارك للكبار. قال لا احنا نروح الاكوا بارك بتاعه الكبار وفي نفس الوقت انتوا تبقوا جنبي في بسين برضو تاني، او كان في كذا بسين، في بسين تاني جنبي خلي بالك انت منهم وفي نفس الوقت انا بقى ايه الوقت ما يضيعش مني يعني. شوفنا بقى كده زي ما انتوا شايفين وقعدنا نتفحص الفندق وبعدين رحنا ايه عشان نعدي الجنب التاني اللي هو فيه الاكوا بارك بتاعه الكبار. زي ما انتوا شايفين بقى ايسل كده ايه. طبعا مش فاهمه اي حاجه بقى فانا لبستها المايو وقلت عشان ايه تستمتع شويه برضو وتاخد حمام شمس. رحنا بقى هنا ايه الاكوا بارك اللي في الجنب التاني اللي انا بحكي لكم عليه. شايفين منظر الخضره دي، انا منظر الخضره ده مريح جدا بالنسبه لي نفسيا، يعني مش قادره اقول لكم انا برتاح نفسيا قد ايه لما بقعد في مكان منسق كده فيه خضره منسقه كده وحاجه جميله قوي يعني. يعني بجد شكرا للناس المهتمه بالزرع دوت وفعلا حاجه حلوه قوي. زي ما انتوا شايفين بقى دي الاكوا بارك بتاعه الكبار. هنا بقى كانت ايتن بقى واحمد وايرين كلهم كانوا نازلين في البسين بتاع الاطفال ده، وباباهم كان قريب مننا في الاكوا بارك التانية. طبعا انا رايحه معاهم كده بس عشان ايه مش عارفه اقول لكم يعني زي كل الامهات اللي عندها ولاد في السن دوت انا رايحه بس باخد بالي منهم. يعني عن الاستمتاع مش هتكلم بقى يعني. ان شاء الله يعني الصيف اللي جاي او اللي بعده تكون ايسل كبرت شويه وهستمتع اكتر من كده. هنا بقى ايسل نزلت المية بس قعدت تعيط عشان المية كانت ساقعة شوية. فهنا بقى ايه
كان عدى وقت كبير، وبعدين بقى قالوا ايه احنا عايزين ناخد بريك كده. فطبعا جبت لهم حاجه سناكس كده، سندوتشات برجر، وبعدين قعدوا اكلوا لان ايتم ما كانتش اكلت كويس خالص في الغدا، ويعتبر ما كانتش برضو طول الطريق. فقعدوا هنا ياكلوا بقى شويه كده ويرتاحوا شويه، وقالوا ننزل تاني شويه. احنا كل الموضوع ما كملناش ساعتين يعني في الميه. احمد قال لا انا عايزه اروح عند البحر، عايزه اشوف البحر. البحر طبعا كان الفندق اللي نازلين فيه صخري، فكان فيه اللي هو الزلط الصغير قوي دوت. ما عرفش طبعا يستمتع وينزل، مجرد ان هو شاف البحر بس كده، ورجعنا تاني. هنا بقى ايتن مش عايزه تضيع وقتها، عايزه تنزل ايسل، بس ايسل كانت بقى خلاص نشفت. فانا قلت لها لا بلاش بقى، انزلي وسيبيني انا وايسل ايه نقعد كده نستمتع كده بالشمس والمنظر الحلو اللي ورانا ده كده. قعدنا بقى نتصور كده شويه انا وايسل، على ما ايتن واحمد بقى اخدوا كده ايه شوية شمس بقى ونزلوا برضو ولعبوا شوية كمان، عشان نرجع بقى ايه الأوضة نرتاح، لأن كنا تعبانين من السفر. هنا بقى رجعنا الغرفة بتاعتنا تاني، احنا كنا في الدور الرابع. رجعنا ده بقى منظر جنب من يعني من جزء من الفندق، يعني الفندق كبير جدا وهما اتنين. يعني اتنين في بعض فندقين، جزء فيه الاكوا بارك وجزء فيه التسكين. فاصل بينهم شارع، احنا كنا بنعدي الشارع ده، شارع صغير يعني. زي ما انتوا شايفين هنا بقى، احنا قلنا هننام عشان نصحى بقى بكرة، لان احنا تعبانين. يعني نضيع بقى شوية الساعات اللي جايين دول في النوم، عشان نصحى اليومين اللي بعدهم فايقين. استنونا بقى، متنسوش الاشتراك، واستنوا بقى فيديوهات حلوة كتير معانا احنا في المصيف بقى اليومين دول. هنزل لكم فيديوهات كتير ان شاء الله، عشان نرجع بالسلامة، عشان نستعد لدخول المدارس. دلوقتي اقول لكم